السلام عليكم. نرحبوا بكم برنامج تعلم من بلدك، برنامج اللي يعاون اولادنا ويفيدهم عنهم يستفادوا اكثر ويتعلموا. خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، ثم درس خامس للمستوى الثالث ابتدائي. بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على وحدة الليتر اللي هي وحدة لقياس السعات. طبعا تعرفنا على الليتر كوحدة أساسية للسعات، ثم تعرفنا على أجزائه وتعرفنا على مضاعفاته. واليوم ننطلق يا تلاميذ الحصة جديدة بعنوان جديد اللي هو الضرب في العشرة والضرب في المئة والضرب في الألف. إذن هذه الحصة لتلاحظون عنها في المستوى الثالث ابتدائي معطية على 3 دروس، غير نحن اللي نتعرفوا عليها من خلال درس واحدة فقط. حاول على أنك تركز معي وتنتبه. لماذا؟ لأنه في قاعدة تقول على أنه أي عدد ضربناه في 10 نزيدوه صفر، أي عدد ضربناه في 100 نزيدوه صفرين، وأي عدد ضربناه في العدد 1000 نزيدوه 3 أصفار. ركزوا معايا باش نقبضوا المعلومة ونثبتوها. لاحظوا معايا هون عندي الضرب في العشرة. الضرب في العشرة أولا كأول مرحلة نحاول على أن نعدل الضرب بالطريقة الأفقية ثم بالطريقة العمودية، وخاصة ركزوا على الطريقة العمودية لأن هي اللي تعتبر ضربا صحيحا، وخاصة في الأعداد الأخرى. لاحظوا معايا هون عندي الضرب في المئة أيضا طريقة أفقية وطريقة عمودية، ثم الألف طريقة أفقية وطريقة عمودية. إذا ننطلق من الضرب في 10. الضرب في 10 أن كيف ما كنا نقولوا، ركزوا معايا في القاعدة شو نقول. عندي الضرب في 10 أضربها في 15. إذا 15 نطرح ال 15 ثم نضيف لها صفر العشرة، ثم نضيف صفر العشرة مباشرة، ولا نحاول على أني نحسب ونقبض آتي ولا نحسب في أصبعي ولا نحسب مباشرة. العدد المضروب في 10 نطرحه ونزيده صفر العشرة مباشرة، وأنا تحصلت على النتيجة الصحيحة. تحصلت على النتيجة الصحيحة اللي لا داعية نتبارك مع ندير عمليات ونحسب ولا غير ذلك. قس معايا الطريقة العمودية اللي هي ضرب العشرة في 140. هون عندي 140 نهايتها بصفر، هذا لا يدل على شيء. لاحظوا معايا زي ما نتمل لا نركز في القاعدة اللي تقول على أنه العدد المضروب في 100 نطرحه ونزيده صفر، نطرحه ونزيده صفر. لاحظوا معايا النتيجة كانت تطلع هي ولا ما تطلع هي. صفر في صفر صفر، صفر في 4 عفوا صفر، صفر في 1 صفر. إذا للآحاد 1 في 4 4، 1 في 1 انتبه معايا عفوا 1 في صفر صفر، 1 في 4 4، 1 في 1 1. وعملية ازاي؟ ثم 140 وأضيف لها الصفر وأتحصل على النتيجة. إذا كيف أنا معذب راسي في عملية الضرب، خاصة الضرب العشرة والمئة والألف لا يحتاج إلى أنني نعذب نفسي في هذا. نطرح العدد ونزيد صفر العشرة مباشرة. ننطلق شو الضرب في 100. هو أيضا قاعدة ثابتة تقول على أنه أي عدد ضربناه في المئة، أي عدد ضربناه في المئة ألا نطرحوه مباشرة ثم نضيف له أصفار المئة، نضيف له أصفار المئة مباشرة دون أن أحسب، ونخرصوا ونتأكدوا في العملية العمودية. صفر في 2 صفر، لأن الصفر قلنا عنه يطحن الأعداد. عندي صفر في 5 عندي صفر، صفر في 3 صفر، ثم للآحاد صفر في 2 صفر، صفر في 5 صفر، صفر في 3 صفر. للعشرات 1 في 2 2 عفوا 1 في 2 2. لماذا؟ لأن الواحد قلنا عنه ايش نضرب فيه؟ هو العدد نفسه. 1 في 5 5، 1 في 3 3، ثم بعد ذلك نقوم بعمليتي صفر صفر ثم 2 ثم 5 ثم 3. كان هو العدد نفسه هذا التحتاني، كان هو العدد نفسه مضيوف صفرين، والله ما هو نفسه، اجبرناه نفسه تماما. إذا ما نعدل عمليتي، نطرح للمعلم مباشرة العدد نفسه ونزيده صفر مباشرة. اللام والأصفار نضيفهم للعدد مباشرة، وذيك هي النتيجة وهذه هي القاعدة. قس معايا الضرب في الألف. مباشرة بالطريقة
القاعدة العمودية تعرفت عليها في الضرب في 10 وتعرفت عليها في الضرب في 100، نقوم مباشرة 98 ثم 1 2 3. هذا هو الناتج مباشرة بدون ما نحسب، وكأنما أنا آلة. إذا حفظت القاعدة أصبح أنا آلة في ضرب 10 وضرب 100 والألف. لاحظوا معي هون، نعدل الطريقة نفسها ونتأكد. 0 0 0 في 5 0 والصفر في 9 0. الآحاد الصفر الثاني 0 ثم 0 ثم 0 ثم 0. للعشرات 0 ثم 0 ثم 0 ثم 0. للمئات 1 في 0 0 ثم 1 في 6 6 ثم 5 ثم 9. والعملية نتحصل على 9560 مع الأصفار الثلاثة مباشرة. إذا الأعزائي الأطفال، مثل ما لاحظتم في الضرب في 10 والضرب في 100 ثم الضرب في 1000، وتعلمنا من خلالها أو أثبتنا المعلومة التي تقول إذا وجدت رقما مضروبا في العدد 10 أطرح الرقم وزيدوا 0 10. نفس الشيء المئات، إذا ضرب عددا في 100 يطرح العدد ثم يضاف له صفري المئات. ثم بعد ذلك الضرب في 1000. الضرب في 1000 نفس الشيء، هو أنه دائما نحاول على أن نعدل القاعدة اللي هي 1000 نضربوها في أي عدد نطرح العدد ونزيدوه 3 أصفار. إذا هذا هو الضرب في 10 وهذه هي الضرب في 100 وهذه هي قاعدة الضرب في 1000. أتمنى أنني قد وفقت، وإلى حلقة قادمة بحول الله.